حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. هحكي لكم قصة صغيرة من فترة قريبة حصلت معايا. كنت مع عميل صديقي ومعديين على محور محمد نجيب الموجود في التجمع، ولقيته بيشاور لي على مشروع ما في الطريق وبيحكي لي، بيقول لي: يا مصطفى، أنا في 2015 كان معروض عليا اشتري وحدة سكنية في المشروع ده ب 8000 جنيه للمتر وبتسهيلات للدفع على 6 سنين، وده ما كانش ساعتها مبلغ قليل، ولأن هو عايش بره مصر ما يعرفش الحقيقة، ما يعرفش ان المتر اللي كان من 9 سنين ب 8000 جنيه دلوقتي ب 85 وكمان كاش. يعني بحسبة بسيطة لو حسبناها، لو كان اشتراها في 2015 كان زمان الوحدة دي دلوقتي بعد 9 سنين قيمتها زادت اكتر من 1000%. طب ده حصل ليه؟ لان ده كان مشروع لبراند كبير بيقدم جودة محترمة، وكمان واحد من اقوى الكوميرشالز ستراب الموجودة في التجمع الخامس كلها، وفي نفس الوقت محافظ على قوته في السوق والابريشيشن بتاعته سواء في المشروع ده او في المشاريع اللي بعده. الراجل استغرب وقال لي: تخيل لو كنت اشتريت في المشروع ده ساعتها كانت هتفرق معايا الوحده دي ازاي؟ طب انا بحكي لك ليه. وانت ماشي في الشارع ممكن فرص كتيره في العقارات تعدي عليك وانت ما تاخدش بالك منها. نفس الشركه صاحبه نفس المشروع بتطرح مشروعات جديده دلوقتي وبنفس الكواليتي وبنفس الابريشيشن، ويمكن كمان قيمتها بتزيد اسرع. لو عايز تاخد فكره اكبر عن المشاريع دي ابعت لي وانا هرد عليك. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.